السلام عليكم. الصيف يا جماعة يحب الفرفشة والنعنشة والأمور المدندشة. كويس. ده كوب عصير يا جماعة، تتخيلوا ده مكوناته ايه؟ وده لو بيتباع في المحلات هيبقى سعره كام؟ طبعا مش انا اللي عامله طبعا. مش هقول على سر الكوب ده ولا مكوناته غير لما الاقي كومنتات على الفيديو عاوزين يعرفوا مكونات هذا العصير السحري. حاجة كده بسم الله ما شاء الله، بالهنا والشفا يعني. وده طبعا أثناء المغرب بيأذن اهوت في اليوم الثاني من 10 ذي الحجة. كل عام وحضراتكم بخير. وطبعا الصيام الأيام دي للي يقدر ويستطيع، أيام فضلها الله سبحانه وتعالى. كل أيام ربنا حلوة طبعا، لكن هذه الأيام فضلها الله سبحانه وتعالى، ففيها خير لعباده بكثرة. فاكثروا بقى من الدعاء، واكثروا من الصلاة، واكثروا من عمل الخير، وهكذا. فالعصير ده يا جماعة بجد لو عملتوه في البيت هتلاقوه تحفة. حاجة كده يعني ملهاش زي. بجد أنا معجب بيه أوي. وبقى كفاية كده لحسن مش هينفع أكتر من كده يعني. المهم اللي عايز يعرف سر هذا المشروب الساحر يكتب لي في الكومنت وأنا هعرفه السر لوحده. مش كل الناس هتعرف. خلاص، في انتظار تعليقاتكم لمعرفة سر هذا الكوب الخطير، هذا السحر. إنه سحر يا الله، بالهنا والشفاء. يلا أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.